سيف طبعا وسلامي طبعا المهندس فريد طبعا مشرف على المنتخب ومش عارف اقول ايه يعني. كابتن شوقي يعني الحقيقه كابتن شوقي حضرتك معايا؟ معاك يا سيف. يعني الحقيقه ببارك لك. صوتك مش عارف بقى فرحان ولا مخضوض ولا يعني كنت طبعا متوقع، كان التنافس كبير ولكن ربنا كرمك في النهايه، قاعد بتفكر في المستقبل من دلوقتي، شعورك ايه بقى في اللحظه دي؟ والله انا يعني مش هنكر، انا سعيد جدا، يعني سعيد جدا ان اي انسان بيبقى عنده طموح وعنده حاجه هدف قدامه انه بيسعى للهدف اللي قدامه. انا كمدرب كوره عارف ان اكبر طموح بالنسبه للمدرب في مصر ان انا اعمل في المكان اللي هو المدير الفني للمنتخب الاول. لكن الطموح ده الحمد لله بيزيدني قوه واختيار مجلس الاداره ليا النهارده ولسه كنت بسمع دلوقتي برضه في المجلس متناوى بيقول ان حسن فريد النهارده هو اللي عرض اسم شوقي وهو اللي قال وقال له مجلس الاداره كله بالكامل كان موافق بكل الناس، جمال جعلان، منساني، حضرتك، كل الناس اللي كانوا موجودين بلا استثناء، انا مش عايز اقول اسم حد ولا حاجه. الناس دي بتحط فيها ثقه، الثقه اللي حطيها فيها دي يا كابتن سيف ثقه كبيره جدا 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 جدا. ثقه باذن الله بعودكم ان انا هكون قد الثقه اللي انتوا اديتوهاني، قد الثقه اللي انتوا اديتوهاني ان انا ابني باذن الله معاكم تيم كبير وتيم لمصر، تيم جديد وتيم لمصر، تيم يشرف الكره المصريه ويرجع الكره المصريه تاني لاسمها وانتصاراتنا. انا طموحي كبير جدا جدا جدا، طموحي والله العظيم ملوش حدود. سعادتي النهارده الموضوع ده تم، عارف ان الفتره الجايه تبقى حمل تقيل جدا، حمل كبير جدا. اتمنى باذن الله ان انا اكون عند حسن ظنكم، اتمنى ان اكون عند حسن الناس برضو الاعلاميين والناس اللي اختاروني والناس اللي كانت على طول بتتكلم كويس والجماهير اللي كانت في كل مكان الاقيها يعني بعيده وبتكلمني وبتتمنى لي ان انا اكون في المكان ده. الحمد لله الحمد لله انا باذن الله قعدت فتره طويله من عمري، فتره طويله من شغلي، فتره طويله من حاجات، ان انا اشتغلت في منتخبات، معظم المنتخبات بنسبه اكتر من 80% اللي انا اشتغلت فيها كانت بتطلع منصات تتويج على طول، سواء من بدايه عمري مع الدكتور محمد علي اللي بدله بكل فضل، ثم اخر حاجه او العمل لوحدي، ثم اخر حاجه مع الكابتن الكبير طبعا حسن شحاته، واللي كنت بحترمه وبقدره بكل شيء، وقدرنا نحقق معاه بطولات كبيره تسعد الناس وتسعد الشعب المصري اللي محتاج في الوقت ده بادره امل وبادره سعاده وبادره حب من جيل جديد باذن الله، وجيل يشرف الكره المصريه. كابتن شوقي، النهارده قرار مجلس الاداره بان حضرتك مسؤول عن تشكيل جهازك، ده قرار تعبك ولا قرار ريحك؟ بص يعني هو في الاثنين يعني صدقني تعبني ومريحني. ليه؟ لان عمليه اختيار جهاز بحجم يشتغل في منتخب مصر وثقه مجلس الاداره ان يكلفوني ان انا اشكل الجهاز ده بحاجه، انت عارف المكان اللي انت بتروحه ده انت بتعتبر نفسك فيه سفير، بتعتبر نفسك فيه بتمثل بلدك، بيبقى محتاج الشخص اللي يعمل في هذا المكان في كل شيء، زي ما انت عارف الناس اللي هم السفراء في الخارجيه يعملوا لهم كشف هيئه في كل شيء عشان يبقى موجود. انا اتمنى يكون الجهاز باختياره ووافقه مجلس الاداره عليه يكون حاجه مشرفه لمصر وحاجه مشرفه للكره المصريه، وجهاز يكون بيملك الطموح اللي موجود عند الشعب المصري، او الطموح اللي موجود عند الناس اللي موجوده دلوقتي في الشعب المصري واصرارها، طموح يرجعنا للبطولات تاني. انا كابتن شوقي معلش عشان عندي كابتن شوقي معلش انا اسف، عندنا فاصل اذان فحضرتك هتفضل معايا اكمل مع حضرتك بس بعد فاصل الاذان. فاصل ونرجع تاني معاك. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل الملاعب. اليوم معانا التالي مكملين معانا الكابتن شوقي غريب. كابتن شوقي
بيك يا سيف، اهلا وسهلا. احنا اسفين معلش طولنا على حضرتك، بس الاذان بقى عشان ربنا يتقبل مننا. الاذان، وانا عارف انك في الاذان لازم تصلي المغرب. العشاء يا كابتن، العشاء. برضه نفس الوضع والله يا سيف. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يكرمك. الله يخليك يا حبيبي يا رب. كابتن شوقي، يعني عايز اقول لحضرتك ان كل الناس قاعده دلوقتي بتحلم، بتفكر شكل منتخب مصر الفتره الجايه، جيل جديد، تغيير الدم، ناس هتعتزل، ناس هتكمل سن صغير. عايز تقول للناس ايه؟ توعدهم بمنتخب قوي، تقول للناس اصبروا على المنتخب، وجهه نظر حضرتك؟ بص طبعا يا سيدي، يعني انا اقول لحضرتك حاجه بصراحه، احنا لازم نعترف ونقول بكلمه، نقول ان احنا مش يعني استحاله ان انا اقدر اقول لك دلوقتي ان احنا هنبتدي من الصفر. مفيش حاجه اسمها نبتدي من الصفر. احنا بنبتدي من منهى مستر برادلي. يعني الخطوه الاخيره بتاعت مستر برادلي اللي نهى بيها هو والجهاز مع المحترم، الناس المحترمين دول اللي نهوا بيها الفتره دي، وبتقريره وبحاجته اللي كان طبعا اكيد سبب في الاتحاد وكل حاجه ونطلع عليها ونشوفها. نبتدي احنا الخطوه اللي بعد كده ايه؟ لازم نبتدي بخطوه بعد كده، نبقى عارفين ان احنا قدامنا بطوله في افريقيا 2015، عندنا بطوله 2017 في تصفيات كاس عالم، في كاس عالم 2018، في مرحله كامله. المرحله الكامله كلها دي حتى كاس العالم 2015 2018 باذن الله دي لها امور. الرانكينج بتاع الاتحاد بتاع مصر لازم يوصل لايه؟ اللعيبه المتوسطات برضو بتاعها. انا مش عايز واحد يقول اصل اللعيب ده كبير واللعيب ده صغير واللعيب ده عنده كام سنه واللعيب ما عندوش كام سنه واللعيب الكلام ده، لان في النهايه اعطاء اللعيب داخل الملعب هو اللي هيحكم بكل حاجه. وعندنا لعيبه كبيره، يعني انا عايز اقول في وقت من الاوقات احنا في بطوله زي بطوله 2006 استعنا بالكابتن حسام حسن كقائد وكليدر في المجموعه اللي كانت موجوده لقياده الجيل. كان لسه في احمد فتحي، وكان في محمد شوقي، وكان في لعيبه كتير صغيره الله يرحمه محمد عبد الوهاب، وكان في مجموعه كبيره لسه اول يعني ما بقالهاش عمرها الدولي سنه وسنتين او اي حاجه، وكان في قائد كبير بيقودها. برضه نفس الوضع ده يا كابتن سيف. انا بقول لازم نبتدي من نزل مصر الحمد لله. وانا بقول لك بصراحه عندنا لعيبه كتيره، عندنا لعيبه كتيره كويسه، عندنا لعيبه كتيره ممكن تفيد الكره المصريه، عندنا لعيبه سعيد طبعا باللقطات اللي بتيجي والاجوان بنشوف اللعيبه دي، ولو تشوف اعمارها في الوقت ده كان قد ايه، كان متوسط عمر صغير جدا. وعندك الناس اللي موجوده اللي هي بتعمل الدفع اللعيبه دي. عندنا اللعيبه اللي عندنا دي لازم نستفاد منها، لازم يبقى في عندنا مدربين كبار بيشتغلوا في الانديه، لازم هيبقى في وجه تعاون كبير معاهم. اللعيب اللي عنده ده لعيب ايه، هو معاه مع المدرب ايه، تنفيذيا تكتيكيا مع المدرب ايه، هل بينصاع لكل شيء، هل بيبقى عنده حاجات كتيره. اوقات التجمعات بتاع المنتخب من خبرتي وشغله الطويل بتبقى اوقات كلها صغيره ما عدا النهايات بس يا كابتن سيف. فلازم في الوقت ده يبقى انت كل معلوماتك محاصره من مشاهدتك ومن رؤيه المدير الفني اللي بيشتغل في الانديه دي. الناس اللي لازم نتعاون كلنا مع بعض ان احنا نبني تيم لمصر يلعب لغايه السنين دي ويلعب ما بعد ذلك. وانا عارف ان في مخطط في الاتحاد الحمد لله بالاعمار الصغيره، زي التيم اللي هيبقى المنتخب الاولمبي، والتيم اللي هيبقى مع مثلا منتخب الشباب مع كابتن علاء ميوب، والتيم اللي هيبقى منتخب الناشئين مع الدكتور محمد علي، والتيم اللي هيبقى مع كابتن معتمد. الحاجات دي كلها لما تيجي هتلاقي، يعني لو بنتكلم على التيم حتى اللي مع الكابتن علاء اللي هو مواليد 95، لما 95 ده لما تيجي في 2018 يبقى عنده 23 سنه. 23 سنه ده يعني ممكن يكون عطاؤه كبير، وعطاؤه مستعد للعطاء بقوه في منتخب كبير. فلازم يبقى الاهتمام بالحاجات دي عشان نقدر نوصل للهدف اللي موجود. احنا بقالنا فتره ما بنوصلش بطوله افريقيا خالص. لازم نراجع نفسنا ليه احنا ما بنوصلش، لان بقالنا فتره بنخش في الرينكينج بتاع الثاني، وممكن نقرب كمان من الرينكينج بتاع الثالث اذا ما كناش نلحق نفسنا ونعمل برنامج طموح وبنعمل برنامج يساعدنا على كده. والحمد لله يعني انا شايف كل حاجه ممكن تتعمل وكل حاجه ممكن تبقى متاحه في سبيل ان احنا باذن الله نخلق تيم زي التيم اللي كان موجود وقدر يجيب لمصر 3 بطولات. يبقى التيم اللي موجود ده يرجع مصر للوقوف على حافه البطولات باذن الله والوصول لكاس العالم. كابتن شوقي، بعض المواقع ابتدت تكتب خبر غريب شويه، قالت ان ممكن يكون العامل المادي
يعني سبب عائق لتعاقد الكابتن شوقي غريب مع اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره قال ان هو يعني برضه احنا فضلنا المدرب المصري نظرا لظروف ماديه. بمنتهى الصراحه كده، ممكن اتحاد الكوره وهو بيتفاوض مع حضرتك تختلفوا في الماده، وهذا ممكن ان حضرتك ما تبقاش مدير فني، ولا رايك ايه؟ بص يا كابتن سيف، اتفضل. في ناس كتيره بتبقى المهم عندها المقابل المادي. اسم منتخب مصر واللي درب منتخب مصر لازم يبقى فيه تضحيات كبيره، لان المكان نفسه الوصول له مش مكان صعب، مش مكان سهل. الوصول له مكان صعب جدا. المكان الصعب ده ان انت تتبوأ هذا المكان او تبقى موجود على راس هذا الجهاز او تبقى موجود على راس هذا الناس دي. في ناس كتير عندها استعداد تدفع فلوس انها توصل للحاجه دي وتوصل حاجه للمكان ده. عمر استحاله ما يكون بيني وبين منتخب بلدي وبيني وبين الاتحاد وبيني وبين اي حاجه كلام في اي عائق مادي نهائيا خالص، نهائي. لان الموضوع ده انا بعتبره بالنسبه لي انا كشوقي غريب او كمدرب، وباذن الله هيبقى بالنسبه للجهاز اللي بيشتغل معايا هيبقى نمره 10 في الترتيب بتاعنا. مش هيبقى نمره 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 7. في مهام كبيره مطلوبه مننا. وعايز اقول لك يا كابتن برضه حاجه، وانت كنت معاشرنا وشايفنا. احنا في فتره من الفترات في اتحاد الكوره لما كان مرتباتنا وصلت لمرتبات فعلا كانت مرتبات كبيره، وصلت بعد ما حققنا 3 بطولات ب3 انجازات. يعني الموضوع مش موضوع مرتب ايه وفلوس ايه، الموضوع كل ما انت حضرتك بتعمل انجاز وبتجيب في البطولات، كل ما العائد المادي في الاتحاد بيكتر والعقودات بتكتر والحاجات بتكتر والماتشات بتكتر، وتقدر. احنا وصلنا ان احنا كنا بناخد في كل مباراه من الكليه 175,000 دولار، غير فلوس بس، غير بوكت ماني، غير تذاكر طيران، غير اقامات، غير الكلام ده كله. كنا بنحقق كل الكلام ده. فكان عشان كده اتحاد الكوره كان بيقدر يعوضك ماديا للجهاز والمدربين والكلام ده. لكن لازم نعرف دلوقتي ان انا قلت احنا بنبتدي من مناهى مستر براد. احنا بعيد عن المشاركه في البطوله الافريقيه اللي كانت في 2012، بعيد عن المشاركه في البطوله الافريقيه اللي كانت في 2013. النهارده عندنا بطوله 2000. لازم نرجع تاني نقول يعني احنا عندنا تيم كبير وعندنا لعيبه كويسين وعندنا حاجات، لكن بالنسبه لانك بتلعب على البطولات احنا بنبتدي لسه يا كابتن سيف، بنبتدي، مش بنقول احنا بنبني، لا احنا بنبتدي. لكن لازم نرجع تاني. لكن عمليه الفلوس دي اذا كان حد بالنسبه لي انا كمدير فني او بالنسبه لاي حد يرغب وهيبقى يعرف يشتغل معايا، هيكون عنده يتكلم في هذا الموضوع، انا ما برغبش انه يشتغل معايا ايا كان مهما كان اتفاقته. كابتن شوقي يعني مش عايزك ان اهم من اي حاجه. مش عايزك تخلص بقى كل الكلام، لان انت ضيفي بكره ان شاء الله باذن الله، فعايزين نسيب كلام نقوله بكره. طبعا الجهاز الفني في دماغك دلوقتي. لا بص انا هقول لحضرتك حاجه بصراحه يعني. انا مش هسال عليه حضرتك النهارده خالص. ثالث مره ترشح فيها للمنتخب، تمام؟ فكل مره كنت بعمل فيها بطل واقول اجيب فلان واعمل فلان، الاقي نفسي في الاخر بره. قلت المره دي والله انا ما اتكلم خالص الا لما ربنا يوفقني. لا انا هسيب حضرتك من هنا لبكره براحتك خالص تفكر فيه لحد ما تجي لنا ان شاء الله ضيف، تبقى حضرتك تقول لنا بقى ايه اهم اسماء باذن الله. ببارك لحضرتك وبتمنى لك التوفيق يا كابتن شوقي. بشكر مجلس الاداره بالكامل وبشكر كل الناس اللي ساندتنا، وبشكر جماهير الكوره وبشكر الاعلاميين كلهم يا سيدي. ربنا يخليك، بتمنى لك التوفيق يا كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر. شكرا جزيلا. يعني زي ما انتم لحظات صعبه برضو يعني كابتن شوقي غريب مع كابتن حسن شحاته 11 سنه منتخب الشباب.